النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى من الله. الفردوس. من الفردوس. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الله فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. تخيل أن أنهار الجنة بأصنافها تتفجر من الفردوس. هناك نهر آخر يزيد أنهار العسل مصفى بقى أنا. هذه في الأنهار الأربعة، نعم. أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى ليس من بطون النحل. عسل نحل ولا عسل أسود ولا عسل؟ ليس من بطون النحل برضه. نعم، من الله عز وجل، عطاء سبحانه. ممن خلق الجنة وأعدها لأوليائه. نعم. ثم وأنهار من خمر لذة للشاربين. نعم. هناك نهر آخر يزيد أنهار الجنة جلالا وجمالا، لأنه عطاء خالص من الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه إنه وسلم. الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. أحسنت. أحسن الله. روى البخاري ومسلم. هو نهر أم خير كثير؟ النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما. نعم. كما في رواية أنس في الصحيحين قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه، وهو يجلس بين الصحابة، ثم رفع رأسه مبتسما وقال: نزلت علي آنفا، أي في هذه الإغفاء، سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، واستدل من يقولون بوجوب قراءة البسملة بهذا الحديث على أنه قرأ قبل السورة البسملة، وقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. الله أكبر. عليه خير كثير ترد عليه أمتي حتى يختلع أو يختلج العبد من دوني، فأقول: يا رب إنه من أمتي، إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا في الجنة. في الجنة في الآخرة. نعم. هناك روايات أخرى في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم زاد هذا الوصف